صورة في البال تحكي حكاية ريحة زمان. ورا كل براند مشهور في حكاية محدش يعرفها، نجاح، مغامرة، وأوقات نهاية محدش كان يتوقعها. يلا بينا في براندات زمان نتعرف عليها. قبل جالاكسي وقبل كادبوري كان في شوكولاتة مصرية اسمها كورونا، كانت الأشهر في الشرق الأوسط كله. يلا بينا نتعرف على الحكاية ورا مصنع كورونا، وكمان نعرف حكاية شعارها اللي بيميزها، الغزالة. الحكاية بدأت سنة 1919 لما الشاب اليوناني تومي خريستو قرر يحقق حلمه في مصر، وعمل مصنع لتصنيع الشوكولاتة في مدينة الإسماعيلية وسماه رويال لإنتاج الشوكولاتة. استورد أحدث الماكينات من أوروبا وجمع بين خبرة العمال اليونانيين والمصريين، وكان عنده قناعة غريبة إن الشوكولاتة بتحس. كان مؤمن إن عجينة الشوكولاتة بتتأثر بالحالة النفسية للي بيعملها، علشان كده اهتم بكل العاملين ووفر ليهم سبل الراحة والرواتب المجزية. واتوسعت الشركة واتنقل المصنع لمحرم بك في اسكندرية، وبقى اسم كورونا بيلمع في كل بيت مصري. لكن يا ترى ايه حكاية شعار كورونا؟ الشعار هو غزالة حقيقية. الغزالة كانت بتعيش وسط العمال داخل المصنع، وفي مباراة لكرة القدم داخل المصنع خبطت الكورة الغزالة وللأسف ماتت. زعل خريستو عليها جدا وقرر يخلد ذكراها وعمل لها تمثال في مدخل المصنع، وكمان حط صورتها على أغلفة منتجات كورونا، وبقت الغزالة رمز خالد للشركة. وسنة 1963 وفي قرارات التأميم اتأممت شركة كورونا وانضم ليها مصنعين للحلويات والتوفي، وتغير اسمها لشركة الأسكندرية للحلويات والشوكولاتة. أما خريستو فما قدرش يتحمل إنه يشوف المصنع اللي بناه مش في ملكيته، وقرر يسافر لسويسرا. لحد النهاردة اسم كورونا لسه موجود ولسه بينتج شوكولاتة ومنتجات ارتبطت بذكريات أجيال كاملة زي بيمبو وروكيت. قولولي في الكومنتات ايه أول منتج من كورونا فاكرينه من أيام الطفولة، وايه البراند اللي تحبوا نحكي حكايته في الحلقة الجاية. كنت معاكم أنا مروة صالح وبراندات زمان.